الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا ولولاه ما اهتدينا، ولولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا وما زكينا وما صمنا ولا تلونا من قرآن ولا تأدبنا بآداب ولا كنا نساوي شيئا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يستحق منا الكثير والكثير والكثير، فهو سبحانه وتعالى وبسببه ألف الله بين قلوبنا. الذي ألف بين القلوب هو رب العزة سبحانه وتعالى. فأخبرنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الأشياء التي يجب علينا أن نتحلى بها هو الحب في الله، لا لأغراض ولا لأشياء بيننا. سيدنا اللي شرفونا فيهم سيدنا الشيخ محمد عبد العاطي جاي من كفر ابو زقازيق، معاه سيدنا الشيخ هارون جاي من كفر ابو زقازيق. تعبير روحهم وجايين ليه وراكبين الموتوسيكل؟ جايين ليه؟ عشان خاطر عندنا ايه؟ عندنا الحب في الله. سيدنا الشيخ محمد عبد الرحمن سيدنا وابن سيدنا رحمة الله تعالى على أهل القرآن، سيدنا الشيخ محمد أبو حوسن، سيدنا الشيخ عبد الرحمن، سيدنا الشيخ فوزي، سيدنا الشيخ فهمي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وعلى والدينا وعلى والدينا. سيدنا الشيخ محمد عبد الرحمن جاي من الشعورة من الشرقية، جاي هو واخوه الشيخ محمود عم الحاج جمعة. ايه اللي قادرهم ان هم يجوا المشوار الطويل والمشقة في الصف دي عشان خاطر يعني يكونش مثلا في رتبة هيوصلوا لها لما يجوا ابدا، هيكون في عطية هياخدوها لما يجوا ابدا. سيدنا الشيخ ابن سيدنا الشيخ ابو بكر ابن سيدنا الشيخ محمد ابو حوسن اكرمه الله واولاده واخواته بارك الله في سكنه الحجه، جاي ليه من الكسبيه المشوار ده. وسيدنا الشيخ عمر جاي من قبل المغرب ما شاء الله بساعتين. ايه اللي جايبهم؟ جايين عشان خاطر ايه؟ في عندي ايه؟ في عندي عطاء هياخدوه، يعني في عندي منحه هديها لهم هياخدوا مني توصيه هقضي لهم مصلحه. جمعنا الحب في ولما لا. وقد أخبرنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بذاته العلي ينادي ويقول يوم القيامة أين المتحابون فيه. ده لو ما أعطاهمش شيء يكفي إن اللي بينادي عليهم رب العزة سبحانه وتعالى. أي تشريف، أي كرم. ده أنا سيدنا لما عليا في الشارع ببقى طاير من الفرح. ده أنا سعادة كذا لما بينادي عليا، ده أنا ببقى طاير من الفرح. فما بالك لو نادى عن سيدنا الحسين رضي الله عنه ورضي الله عن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم لو نادى علي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ده اللي هينادي مين؟ رب العزة سبحانه وتعالى أين المتحابون في ظلهم بالظل. ما شاء الله، منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ولم لا. وقد قال أيضا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف ربنا يجعلنا منهم وإياكم. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. كل هيبقى ايه؟ بيدور على حته يتدارى فيها. تدنو الشمس من الرؤوس، بيننا وبين الشمس 82,000 ميل. المسافه اللي بيننا وبين الشمس 82,000 ميل، ومع ذلك بنقول الدنيا ايه؟ حر، مش طايقين. درجه الحراره 42. طب خليها بقى ايه؟ بدل 82,000 ميل خليها 42 هتولع. طيب لو خليناها 22، طب لو خليناها 2 بس. طب لما تدنو من الرؤوس
بقت عند السقف كده، هنعمل ايه؟ هنجري على حته ايه؟ نستظل فيها. طيب ما هي الحته دي انها موجوده، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى خيرا الا وامرنا به، ولم يرى شرا الا ونهانا عنه. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نعمل اسقاط على الواقع، مش الناس جات لنا اجتمعنا على حب الله وعلى طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافترقنا ايضا في خناقه جرت ولا حاجه اختلفنا، ولا برضه على طاعه وعلى موعد بلقاء طاعة، سواء كنا عند حضراتكم، سواء كنا عندهم، سواء كنا في مكان تاني، في مكان ثالث. شيء عظيم الحب في الله. لن تدخلوا الجنة حتى تحاب. شرط دخول الجنة أن يكون هناك بيننا جميعا. نحن مسلمين، نعم، ونحن عباد الله، نعم. الناس مذاق الناس بتعاملنا بالتي هي أحسن. طب وإن جهل علينا الناس سامحهم الله، ونحن نفعل ما أمرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم للغيظ، كظم للغيظ. ومن يستطيع منا أن يعفو وأن يسامح فله الأجر العظيم من الله، ومن لم يستطع مثلي فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العافين عن الناس ومن المحسنين إلى الناس، وأن يختم لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات بالخير وبخاتمة السعادة. ورحم الله والدينا ووالديكم وجميع موتى المسلمين، ولا حرمنا الله من جبر خاطركم حينما تشرفونا وتبقوا بخاطرنا وتجلسوا في بيتنا المتواضع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.